ستارلينك هي عبارة عن شبكة من الأقمار الصناعية، كل مهمتها إن هي بتوفر الإنترنت، ودي من أبرز المشاريع التكنولوجية اللي قدمتها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك. وهي مش هتوفر إنترنت عادي، هي عايزة توفر إنترنت بأعلى سرعة ممكنة، بحيث إن إيلون ماسك قال إن سرعة الإنترنت هتوصل ل1000 جيجا بايت في الثانية. وهي مهمتها برضو إن هي بتوصل الإنترنت في الأماكن المعزولة واللي البنية التحتية بتاعتها غير مهيئة للاتصالات التقليدية. ستارلينك تم تأسيسها عام 2015 بعد توفير شبكة من الأقمار الصناعية اللي هتعمل بتقنية الاتصال بالأقمار المعروفة باسم الأقمار الصغيرة والكبيرة. بتعتمد شبكة أقمار ستارلينك دي على إطلاق آلاف الأقمار الصناعية في مدارات منخفضة حول الأرض، وده على ارتفاع 950 كيلو متر، ده على عكس الأقمار الصناعية التقليدية اللي كانت بتوصل لارتفاع 35 ألف كيلو متر. والاقمار دي كلها بتبقى متصله ببعضها. من فتره كده لسه ايلون ماسك مطلع 3000 قمر صناعي، ده يدل على ان الاقمار كتير جدا وان هي هتوفر شبكه انترنت قويه جدا وقد تصل فعلا للسرعه اللي ايلون ماسك بيقول عليها. ونقدر نقول دلوقتي ان ستارلينك بقت اكبر شبكه اتصال انترنت في العالم، غير ان هي بتغطي تقريبا كل القارات بما فيها انتاركتيكا. طب هتقولي هنستفيد ايه لما النت يبقى سريع؟ اولا احنا اكتر ناس هنستفيد، احنا عندنا في مصر هنا النت ضايع اصلا، بس العالم كله هيستفيد فعلا، لان هو هيعزز سبل التواصل والتجارة والتعليم والابتكار في كل المناطق اللي ما كانش فيها نت ولا كانت البنية التحتية بتاعتها تقدر ان هي تعمل شبكات انترنت. ولكن في شوية مشاكل، إن هي بتحتاج صيانة دورية وتحديثات مستمرة للبرمجيات والتكنولوجيا المستخدمة، إلى جانب إن العدد الكبير ده من الأقمار الصناعية قد يؤدي إلى شوية انفجارات كده على تكسيرات على حطام حوالين المدار الأرضي وحاجات كده ممكن تحصل هتبقى مش كويسة أوي. وعلى الرغم من الحاجات الوحشة اللي قلناها من شوية دي، بس برضه ستارلينك هتفضل مشروع مبهر جدا في مجال الاتصالات وتوفير الإنترنت. وحتى يومنا هذا ان سبيس اكس استكملت نصف الشبكة العالمية لأقمار ستارلينك، يعني نقدر نقول ان نص المشروع كده خلص، والمشروع حاليا شغال في بعض الدول، وعدد المستخدمين لستارلينك في تزايد كل يوم، وده نتيجة لتحسين سرعات الاتصال وتوسيع شبكة الأقمار الصناعية. ومش بس سبيس اكس بتقف لحد هنا، لا ده كل قمر صناعي بتطلعه بتطوره اكتر من اللي قبليه، يعني خدمة فل الفل يعني. طب تعالى كده بقى اقول لك شويه معلومات سريعه كده عن الاقمار الصناعيه دي. هيكل القمر الصناعي تم استخدام الألمنيوم كمادة رئيسية لبناء هيكل القمر الصناعي، ده طبعا لأن الألمنيوم وزنه خفيف وقوي من التآكل. الأقمار دي بتشمل بطاريات لتخزين الطاقة وألواح شمسية لتوليد الطاقة اللازمة علشان يقدروا يشغلوا الأقمار الصناعية دي. طبعا أجهزة متطورة زي الأقمار الصناعية دي بتحتاج لأجهزة إلكترونية متقدمة عشان يقدروا يتحكموا في الاتصالات والأقمار الصناعية دي عن بعد. احب اقول لك ان الاقمار الصناعيه دي جواها مراوح وسخانات واجهزه حساسه للقياسات الجويه واجهزه استشعار لاي حاجه ممكن تعدي جنبها. بس سبيس اكس طلعت وقالت ان هي ممكن تستخدم مواد احسن من كده بكتير وبرمجيات متطوره عن كده في الاجيال القادمه، يعني التقيل لسه جاي. هتقولي يا ابو حميد طب هي يعني بتشتغل ازاي؟ ما احنا مش فاهمين برضه هي بتعمل ايه الاقمار الصناعيه التانية ما بتعملهوش. اولا انا قلت لك ان هي على مدار منخفض، يعني قريبه للارض، يعني ان هي بتتلقى اشارات الانترنت اللي جايه من الارض، كبرها وبتخليها اقوى، وبعد كده بترسلها تاني للارض عبر موجات الراديو او الاشعه المجمعه مثل الاقمار اللاسلكيه والميكروفون، غير ان هي في حركه مستمره، وده بيمكن ان احنا نستخدم اكتر من قمر صناعي واحد في نفس الوقت. والاجمد من كل ده ان الانترنت هيبقى متوفر في الطيارات وفي السفن وفي العربيات، في كل مكان، كل مكان هتروحه هيبقى فيه نت، ما فيش حاجه اسمها ما فيش نت دي. وبكده اكون اديتك كل المعلومات اللي ممكن تكون عايز تعرفها عن ستارلينك، وانتظرونا في حلقه جديده. سلام.